تفاصيل حقيقة وفاة حياة الفهد، مدير أعمالها يكشف التفاصيل الصادمة. أهلا وسهلا بحضراتكم. قبل أي تفاصيل لايك الفيديو، اشترك وفعل الجرس من كلمة الكل عشان خاطر يوصل لكم الجديد والترند. وقبل ده كله هنصلي على رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام. تصدرت أنباء وفاة الفنانة الكويتية حياة الفهد الترند، وأثارت ضجة واسعة وسط رغبة شديدة من جمهورها في معرفة الحقيقة، ليخرج يوسف الغيث مدير أعمالها وينفي تلك الشائعات التي انتشرت بقوة. وقال الغيث في تصريحات إعلامية أن خبر وفاة الفهد عاري تماما من الصحة، وما زالت تتلقى علاجها تحت رعاية طبية داخل إحدى المستشفيات في الكويت. وأضاف منذ رجوعها شهر فبراير الماضي من بريطانيا لا تزال تخضع للمتابعة الدقيقة بعد رحلة علاج لم تكتمل هناك نتيجة الإصابات بالجلطة، وهو ما سبق وأكدته الإعلامية مي العيدان عبر حسابها على الانستجرام. وقالت: الفهد لا تزال على قيد الحياة وتتلقى العلاج داخل إحدى المستشفيات في الكويت. وقالت مي أيضا أن الفنانة بخير وما يتم تداوله لا أساس له من الصحة، داعية الجمهور إلى التوقف عن نشر الأخبار الغير دقيقة والاكتفاء بالدعاء للفنانة القديرة بالشفاء. وكانت حياة الفهد أصيبت بجلطة في شهر أغسطس من العام الماضي، وهو ما استدعى نقلها إلى إحدى المستشفيات في الكويت ومن ثم السفر إلى الخارج، إلى أنها عادت مؤخرا بعد فشل العلاج. ربنا يا رب يشفيها ويعافيها يا رب، اللهم آمين يا رب. انتهى الفيديو مع حضراتكم.